روح لعبق الماضي والزمن الجميل. تابعونا. مشاهدينا متواجدين حاليا في متحف التراث مع الاستاذ محمد الحداد. حياك الله ويانا استاذ محمد. يا هلا مرحبا فيك وحياكم الله بالبيت الكويتي القديم. محمد، نبي فكره شامله عن المتحف، ومن متى بلشت وياك هذه الهوايه؟ الله يسلمك، البدايه كانت من الوالد، كان يجمع اغراض والده اللي اشتغل فيها بمهنه الحداده. فبعد وفاته اخذنا اغراض يدي وبناهم البيت. يعني من ركن صغير داخل البيت اخذنا الصاله. طبعا الوالد كنا نشوفه دائما ينظف المقتنيات والشغلات القديمه ويشرح لنا عنهم ويسولف لنا، لما خلاص عشنا مع الاغراض هذه. فكبرنا كبر ويانا حب الشغلات القديمه. جت الفكره ان احنا اغراض وايد عندنا ومتراكمه فوق بعض وما قاعد نستانس فيها، فجت الفكره ان نبني البيت فوق السطح، مثل ما تشوف بيت عربي كامل بجميع مستلزماته، غرف النوم، دار الحجية ومقتنياتها الديوانية، ودار الولد والمطبخ، والبيت فيه ليوانين والحوش والجليب. طبعا البيت الكويتي مثل ما تشوف انت يعطيك وايد رسائل عن العادات والتقاليد الكويتية. طبعا جمعت أهل البيت دائما بالليوان، قعدتهم أكلهم وضيوفهم دائما يقعدون بالليوان مع بعض. الليوان طبعا هو المكان اللي يكون بين الحوش وبين حجر النوم، يقعدون يتجمعون فيه. الجليب يعني تلقى بيت فيه جليب، بيت ما فيه شلون يعطي جيرانه ياخذ منه، ساعات يصير بالنص بين البيتين الجليب، في بيت فيه جليب، بيت فيه البركه. طبعا البركه اللي هي تطلع ماي حلو يسحبون منها، والجليب ياخذون من الماء الحلو حق الغسيل، ماء غسيل. وعندي الباب الرئيسي اللي هو باب بخوخه. شنو باب بخوخه؟ اللي هو باب كبير وداخله باب صغير. استخدامهم اليومي يستخدموا الباب الصغير. شنو فكرة الباب هذا، باب بخوخه اللي وايد نسمع عنه باب بخوخه؟ الباب اساس لما ينفتح ما يكشف داخل البيت لانه صغير، فاللي بيدخل لازم اول شيء يكندس راسه اساس لا يكشف اهل البيت، وبنفس الوقت اللي برا ما يقدر يشوف شنو داخل البيت لان جسمه راح يسكر من الباب الصغير. ويفتحون الباب الكبير طبعا اذا يدششون اغراضهم وكذي. فمثل ما تشوف بيت متواضع دافي، يعني يلم الاسره كامله، تلقى الابو وعياله 2 3 متزوجين وساكنين معاهم نفس البيت، لا مشاكل ولا شيء، وتواصل الجيران مع بعض. شنو الفكرة اللي حرصت عليها انه يكون متحف مالك على شكل بيت عربي؟ هذا تاريخنا، تراثنا. يعني اغلبية البيوت العربية بالكويت انهدمت. يعني انا حرصت اني اسوي بيت مو متحف. يعني حتى الحين بتشوف انت مو داش متحف، مو لا تجيس لا تحرك لا تقعد بس طالع من بعيد، لا، انت لما تدش تحس انه بيت ناس عايشة فيه، في روح شوية البيت. بعدين هذه يعني حتى انا ما لحقت على البيوت القديمه، يعني على الاقل جيلنا والاجيال اللي بعدنا اللي حبوا يشوفون البيوت العربيه واهلنا واجدادنا شلون كانوا عايشين، يجون يشوفون المكان هذا. القطع القديمة اللي شفناها تعتبر نادرة، فالحصول عليها صعب. هل يعني عانيت بالحصول عليها وشلون انت وصلت لها؟ طبعا كل القطع الموجودة قطع أصلية 100%. يعني ما أجمع أي شيء تغليد. زين، أحرص أن تكون الأغراض مستخدمة داخل البيت الكويتي
واحاول بقدر الامكان اني اكون عارف من اصحاب القطع هذه، يعني من بيته، من كان يستخدمها، شلون كانوا يستخدمونها. فلها روح ثانيه يعني، غير لما انت تشتري قطعه او احد يعطيك قطعه انت مو عارف منو صاحبها. يعني في قطع ساعات هم مستخدمه بالكويت قاعد نجيبها من برا، بس ما فيها نفس الروح، يعني ما تحس المتعه لما تطالعها غير لما انت عارف منو صاحب القطعه هذه. يعني والله الاهل والجيران ويعني اهل الكويت ما قاعد يقصرون ويانا، من احد يعرف ان احنا عندنا متحف ونجمع الشغلات الكويتيه القديمه وما يقصرون، يعني قاعد يجيبون لنا واحنا قاعد نحط عليهم مثلا ستيكرز، هذه اهداء من الشخص فلان الفلاني، الشخص فلان الفلاني، واي وقت يبيها يقدر ياخذها يعني. يعني الحمد لله قدرنا نحافظ على ما تبقى من البيت الكويتي القديم. ما مقياس تهافت الزوار على المتحف؟ وهل في زوار من خارج الكويت من دول الخليج أو من أماكن أخرى؟ طبعا مثل ما أنت شايف في المتحف أنا عندي زوار شبه يومي، يعني صيف وشتاء عندي زوار ما شاء الله عيون، واللي ما وده يطلع يعني ليك ساعة واحد يقول والله بي ربع ساعة نص ساعة وامشي، اي لا ساعتين ثلاث ما وده يطلع. يعني حتى في ناس تقول لي ما تأجر مثل الشاليه مثلا نبات لنا ليلتين ثلاثة هني، يبي يعيشون الحياة القديمة، الأكل الكويتي القديم، الحلويات القديمة، شلون كانوا يستخدمون مثلا أدوات المطبخ، شلون كانوا يولعون النار، الشغلات هذه. فحتى اللي ما عنده اهتمام يجيك لا تلفت انتباه القطعة هذه، والله عندنا نفسها بالبيت احنا راكنينها، ينتبه يقوم يطلعها ينظفها يبرزها حق الناس يعني. واللي عاشوا الحقبة القديمة مجرد ما يدش هني قاعد يتذكر والله كنا قاعدين هني، ويطري عليك انت اسوي الشغلة هذه، وجيراننا فلان وفلان، يتذكرون شغلات وحياتهم القديمة اللي عاشوها. ملاحظ في الآونة الأخيرة في اهتمام كبير من قبل الشباب على جمع التراث، فشو سبب هذا الاهتمام في السنوات الأخيرة؟ والله احنا نتمنى يصير فيه اهتمام من الشباب بالمقتنيات الكويتية القديمة وتاريخ الآباء والأجداد. يعني احنا بقدر الإمكان قاعد نشارك بمعارض، ونتمنى يعني يصير في مكان مثلا ثابت حق العرض، يكون مدى طول السنة في مكان عرض المقتنيات. أصحاب المتاحف اللي عندها مقتنيات تجي تعرض مقتنياتها بمكان دائم، حتى حق أهل الكويت وحق اللي من برا يعني من دول الخليج والأجانب، حتى لما يحبون يشوفون تاريخ الدول يعني. بعدين احنا تاريخ الكويت يعني تاريخ مشرف وايد، في مواقف وأحداث صارت حق الكويت تشرف، بس ما قاعد تطلع بالإعلام، ما حد قاعد يسولف عنها يعني. وايد شخصيات كويتية، وايد مواقف والتلاحم والترابط، لو أي مشكلة تصير حق أي شخص شلون كانوا يتعاونون مع بعض، من جيران، من حتى مثلا النواخذة شلون كانوا يتعاملون مع بعض، التجار بينهم وبين بعض. الشغلات هاي لازم الناس تعرفها يعني. هل لكم تواصل أنتم كجامعين للتراث والجامعين القطع النادرة في دول الخليج؟ الله يسلمك، احنا الحين مؤسسين فريق اسمه اكسبو 965 المعارض التراثية والحرفية. فريق يضم تقريبا 140 شخص مبدع كويتي، من أصحاب متاحف خاصة، من مهتمين بالتراث الكويتي القديم، من اللهجة الكويتية، ألعاب الكويتية قديمة، أصحاب الطوابع، أصحاب العملات، والحرفيين عندنا النجارين، تشكيل بالمعادن، رسامين. فسوينا فريق يربط الأنتيك مع الحرف. ففي مشاركات وايد لنا، معارض داخل الكويت وخارج الكويت شاركنا فيهم. فقاعد نشارك مثل المدارس،
اطفال صغار ابتدائي ولا متوسط، يعني مو عارفين شنو الموضوع، فمجرد ما يشوف القطع القديمه يسال، يعني فيهم سبحان الله يحب يستكشف شنو القطع هذه، شلون كانت تستخدم، شلون طريقتها. فقاعد يصير فيه والله الناس يعني حابه الشغله هذه، فيه اهتمام يعني عندهم. وفي طبعا تواصل مع دول الخليج، هم يزورونا واحنا نزورهم. ومتاحف ترى كثيره داخل الكويت، يعني عندهم مقتنيات نادره وقديمه وما حد عنده نفسه حتى عالميا، بس ما عندهم مكان يساعدهم انهم هم يعرضون مقتنياتهم. تلقى اغراض نادره بس متراكمه فوق بعض حتى ما يستمتع هو يشوفها. محمد الحداد، شاكرين لك الزيارة هذه حق بيت العربي الأصيل هذا والتراث الحلو. مشاهدينا، نلتقي إن شاء الله في تقارير أخرى.